حلقة اليوم تحبس الأنفاس، حيث انتقل الصراع من مرحلة التهديدات الكلامية إلى المواجهة العسكرية المباشرة بين مولانا والعقيد. تابعوا معنا لتعرفوا كيف ستنتهي هذه المواجهة الكبرى. تبدأ الحلقة بمحاولات شهلة الحسيسة لاستجواب زينة عما حدث في ليلة الزفاف، حيث تشتعل نار الغيرة في قلب شهلة خوفا من أن يكون جابر قد استسلم لمشاعره تجاه زينة. وفي صباحية العرس يظهر العقيد في زيارة غير متوقعة لجابر، حاملا معه التهديد المبطن بقالب حلوى، مطالبا إياه بالرحيل فورا إلى كندا هو وعائلته. لكن جابر يرد ببرود وثبات، مؤكدا بقاءه في الضيعة وتثبيت جذوره فيها، مما يزيد من حقد العقيد. في جانب آخر يحاول رشيد كسب قلب سلمى بأي ثمن، ويقرر الانضمام إلى العمليات الخطيرة ليثبت شجاعته أمامه، خاصة بعد أن أعربت سلمى عن حبها له شرطا أن يتخلص من جبنه ويكون بمثل قوة أخيها جواد. وفي هذه الأثناء تستمر جمانة في رعاية فاتنة وجنينها وسط تهديدات العقيد التي تحاصرها وتضغط على أعصابها، بينما يعرض عليها الهروب بعيدا عن السكن العسكرية والعيش في قرية نائية، وهو ما ترفضه جمانة التزاما بمسؤولياتها تجاه والدها المختار. تشتعل جبهة أخرى داخل بيت الحاج، حيث يحرضه عمران على الزواج مجددا لإنجاب زكريا رأس الضيعة، خوفا من أن يسيطر ابن مولانا المستقبلي على كل شيء. هذا الاقتراح يفجر غضب زوجة الحاج وبناته، خاصة بعد أن أعلن الحاج صراحة رغبته في الزواج من أخرى لتصحيح ما وصفه بحظه العاسر في إنجاب الإناث فقط. تصل الإثارة لذروتها عندما ينهار منير تحت وطأة التعذيب الشديد والكهرباء أمام أعين والدته، ويعترف بوجود مخبأ للسلاح في المغارة. في الوقت الذي يستعد فيه مولانا ورجاله لتنفيذ عملية لتحرير منير، يكون العقيد قد بدأ بالفعل بالتحرك نحو المغارة بناء على الاعترافات. تنتهي الحلقة بمشهد درامي حيث تهرع والدة منير إلى شهلة لتحذرها وتطلب منها إبلاغ مولانا بأن العقيد في طريقه للمغارة بعد اعتراف ابنها. نحن الآن أمام مواجهة دموية وشيكة، فمن سيصل أولا ومن سينتصر في هذه المعركة؟